لا يخلو كل بيت عراقي من طفل لا يختلف كثيرا عن إبليس، ولا يمر يوم إلا وقد كسر قلاصا أو مزهرية، الأمر الذي جعل العوائل العراقية تكثر من توجيه الاتهامات إلى أطفالهم وتشبعهم نعلا. أما الأطفال فمن جهتهم عبروا عن غضبهم من هكذا اتهامات باطلة لا تليق حتى ببراءتهم. في الحقيقة نحن نرفض الاتهامات الباطلة، وأصلا هي المزهرية مكانها فوق المعرض، ليه صرت أتكيت وحطيتوه فوق الطبلة؟ يعني أنا أهلي إذا انكسر قلاص من المريخ يبلونها براسي، الله أكبر عليكم. أما البعض الآخر من الأطفال فكان له رأي آخر، فلكل قلاص قسمة في هذه الحياة، ولكل مزهرية نصيب، فأما أن تعيش طويلا أو تموت في أول ليلة لها في غرفة الخطار. القلاص هو هذا قدر، احنا شو نسوي له؟ هو هذا يومه، يعني شنو انتوا تتعارضون علينا القدر؟ هو القلاص يريد يموت، احنا ايش علينا علاقة؟ كل شي حاطين براسنا وكل شي حاطين براسنا. هذه كانت آراء الأطفال وتصريحاتهم، فقد أثبتوا موقفهم وبراءتهم. أما الأهل فما عليكم سوى تحمل ما أنجبت بطونكم من شياطين تعلم منها إبليس كثيرا وطور نفسه. وإذا زرت منزلا وقدموا إليك العصير بقلاص من الفولاذ فتأكد أنك في العراق. كان معكم من بغداد مختار طالب لقناة لا وجود لها أصلا.